القصة بتبدأ مع كيس واكر، بطل محترف في الفنون القتالية المختلطة، وهو بيقاتل خصمه في الحلبة. كيس كان مسيطر من أول لحظة، وبدأ يسحق خصمه قدام الجمهور. مدربه طلب منه ما ينهيش القتال بسرعة علشان الجمهور يستمتع أكتر، لكن كيس ما سمعش الكلام ومسك خصمه بحركة استسلام قاتلة خلت الحكم يعلن انسحاب الخصم في ثواني. المدرب اتعصب ومشي سايب كيس لوحده، فالأخير لم هدومه وخرج من القاعة. بالصدفة كيس خبط في برودي جيمس صاحبه القديم اللي بقى بطل العالم في الفنون القتالية. جيمس قالوا يقابله في نادي ليلي بعد كده بكام ساعة، وبالفعل كيس راح وقعدوا يتكلموا. جيمس قالوا إنه داخل قتال ضد الروسي العملاق سيزر براجا، واللي الجايزة فيه $2,000,000. كيس حذره إن براجا بياخد منشطات، لكن جيمس تجاهل التحذير. في اللحظة دي ميشا مديرة أعمال جيمس طلبت من كيس ياخد باله من صاحبه لأنه ما بقاش مركز زي زمان، فكيس وعدها إنه هيكون جنبه. وأثناء رجوع كيس لبيته لمح 2 بلطجية بيحاولوا يستغلوا سكر جيمس عشان يضربوه ويفضحوه، لكن كيس تدخل وطحنهم. تاني يوم جيمس قال لكيس إنه هيسافر تايلاند علشان يتدرب، وطلب منه يجي معاه، وكيس وافق علشان صاحبه ما يبقاش لوحده. جيمس ودع مراته وأولاده وسافروا لتايلاند. كيس أول ما وصل دخل أوضته ونام من التعب. في الوقت ده هيوجو رئيس اتحاد الفنون القتالية عمل مؤتمر صحفي جمع فيه براجا، وأثناء المؤتمر صحفي استفز براجا بسبب قضية خلع من مراته، فبراجا انفجر وكسر كل حاجة زي الوحش. جيمس اتوتر لما شاف نوبة الغضب دي لأنه هيقابل الوحش ده قريب. كيس فضل يتمشى في شوارع تايلاند لحد ما وصل للنادي اللي جيمس بيتدرب فيه، وهناك قابل مات رامز مدرب جيمس اللي ما كانش طايقه ورفض يدربه. كيس تجاهله وبدأ يدرب نفسه باستخدام أدوات بدائية صنعها من الزبالة. الشباب في النادي سخروا منه، لكن كيس مهتمش. هنا ظهر كوبرا مقاتل قوي معروف في النادي وطلب يقاتل كيس. كيس رفض، لكن كوبرا استفزه، وقبل ما يحصل شجار جيمس ظهر وقال إن كيس صاحبه ولازم يحترموه. كيس كان متضايق من استهتار جيمس في التمرين والأكل، لكن جيمس وعده إنه هيركز. كوبرا أصر يقاتل كيس والأخير وافق. المعركة كانت في قفص حديد، وبرغم إن كيس أكبر في السن إلا إنه سحق كوبرا وكسر له عظمة في جسمه وخلاه يفقد الوعي. تاني يوم كيس جري مسافات طويلة للمحافظة على لياقته، لكن اتضايق لما جيمس جه متأخر ساعتين. المدرب رامز اتخانق معاه، لكن جيمس وعد إنه هيركز وبدأ يتدرب مع كيس بجدية. وفجأة ظهر هيوجو رئيس الاتحاد وعرض على كيس عقد $100,000، لكن كيس رفض لأنه عارف إن مقاتلي الاتحاد بياخدوا منشطات. علشان يتخلص من هيوجو كيس عمل نفسه بيخسر في نزال ضد شاب في النادي، فهيوجو صدق إنه بقى ضعيف وماشي. جيمس كان متضايق إن كيس رفض العرض، لكن كيس قاله إن هيوجو حقير. بالليل 2 من الشباب في النادي طلبوا من كيس يدربهم، وبعد تردد وافق وبدأ يعلمهم أساليب قتالية قوية. في نفس الوقت الصحفيين اتكلموا عن كيس وقالوا إنه كان مقاتل محترف ودخل السجن ظلم وإن حياته اتدمرت. بعد كده ميشا جات لكيس وطلبت تعرف حكايته. كيس وافق، لكن واجه صعوبة لأنه ما كانش لاقي لبس مقاسه في تايلاند، فالشباب ساعدوه. لما كان بيشتري ورد شاف بنت صغيرة وعرف إنها بنت ميشا. قعدوا يتكلموا وكيس حكى لها جزء من قصته وقال إنه كان هيبقى نجم كبير، لكن دخل السجن ظلم. ميشا سألته دخل السجن ليه، فغضب ومشي من غير ما يرد. هيوجو قابل جيمس ومدربه وطلب من جيمس ياخد منشطات. مات حذر من خطورتها، لكن جيمس وافق. بعد فترة جيمس طلب يقاتل كيس في تمرين، لكن فجأة تحول القتال لحقيقي وجيمس كان عدواني جدا. كيس قدر يسيطر عليه وجيمس اتعصب ومشي. كيس استغرب من تصرفه وما كانش يعرف إن السبب المنشطات. هيوجو لما عرف إن كيس غلب جيمس أمر مساعده يراقب كيس ويجمع معلومات عنه. كيس كمل تدريب الشباب، وفجأة ميشا جات واعتذرت له فقبل اعتذارها. كيس عارف إن جيمس بياخد منشطات وطلب يقابله وقاله ينسحب، لكن جيمس رفض وقال لازم يقاتل براجا. كيس قرر يقف جنبه. جيمس جمع كيس ومات وقالهم لازم يتحدوا علشان يستعدوا للقتال، وفعلا بدأوا التمارين بجدية. بعد فترة أقنعوه إنه يوقف المنشطات، وبالفعل عمل كشف طبي وكيس شكر ميشا على دعمها. في يوم مساعد هيوجو جاب عقد احتراف لكيس $1,000,000، لكنه رفضه لأن هيوجو طماع. بعدها واحد من الشباب اللي كيس دربهم راح سلم العقد لهيوجو اللي اتعصب
وقال لازم ينتقم. وأثناء التمرين جيمس اتصاب في رجله لما كان بيتدرب مع راجل غريب واتنقل للمستشفى. الإصابة كانت قوية وخلته ينسحب من قتال براجا. كيس كان ناوي يرجع بلده، لكن هيوجو ظهر وقال له إنه هيقاتل براجا بدل جيمس مقابل $1,000,000. كيس وافق رغم كرهه له. الخبر انتشر، ولما دخل النادي الناس كلها احتفلت بيه، لكن أحد الشباب اتضايق منه علشان غير رأيه. كيس راقب الراجل اللي أصاب جيمس وفتش موبايله واكتشف إن هيوجو دفع له فلوس علشان يكسر رجل جيمس. كشفه قدام الكل وخلاه يستسلم للبوليس. بعدها جيمس قال لكيس لازم يهزم براجا عشان ينتقم من هيوجو. كيس تمرن بقوة وجيمس شجعه وأداه نصائح مهمة. وأخيراً بدأ النزال الكبير. هيوجو كان مبسوط لأن التذاكر جابت $30,000,000. تونيجا أسطورة الفنون القتالية ظهر وسلم على كيس وشجعه. كيس قبل القتال قرر يستفز براجا علشان يخليه يتهور، وفعلاً براجا فقد أعصابه وهاجمه. في البداية براجا سيطر وكسر الطاولة بيه، لكن كيس استجمع قوته واستخدم أسلوب سري في الكاراتيه وكسر ضلع براجا وسدد له ركلة طايرة أفقدته الوعي. هيوجو قالوا إنه هيقضيه، لكن كيس هدده بالتسجيلات اللي تدينه. هيوجو خاف وقرر يسيبه في حاله. وفي الآخر كيس خرج من الحلبة مع أصحابه وسط تصفيق الجمهور، وجيمس شكره على وقوفه معاه وقت الشدة. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة ريكاب تريكس